ازيكم؟ الحمد لله رب العالمين. ذاكرتوا المحاضرة اللي فاتت؟ حاجة عظيمة، حاجة عظيمة جدا. طيب احنا ان شاء الله بإذن الله هنبدأ النهاردة من الأول خالص. الأول خالص هنبتدي، تمام كده؟ زي ما اتفقنا، تليفونات من غير صوت تماما. حضراتكم مركزين معايا جدا. أي حد عنده أي سؤال اسأل زي ما اتفقنا، او اللي كان موجود معايا المحاضره اللي فاتت. انا ما بزهقش خلاص. اهم حاجه ان حضرتك تطلع من هنا فاهم كل كلمه كبيره وصغيره. دي نمره واحد. نمره اتنين، يفترض ان حضراتكم عندكم محاضره اسبوعيه، ولكن انا بصراحه يعني مش هتبقى محاضره واحده في الاسبوع، هتبقى اكتر من محاضره. ممكن مثلا وانت مثلا بتاخد الانجليزي، بعد الانجليزي تاخدوا ساعة مثلا جغرافيا، بعد الرياضة مثلا، بعد الفرنساوي. في كل وقت هشوفكم موجودين هنا هروح شارح لكم جغرافيا. كويس كده الكلام؟ عادي. ليه بقى؟ يعني ايه الفكرة؟ يعني أطول منهج عند حضراتكم هو منهج جغرافيا. يعني كل منهج بيبقى له صعوبة ما. ممكن الرياضة نتفهم صعوبة ان مثلا مش عارف المحددات، المصفوفات، بنعمل هنا ايه، بنسوي ايه. كويس. ودي طبعا دكتور محمد حسني يعني هو استاذ الكل فيها. اللغات ممكن تكون صعبه، ان برضو حضرتك مثلا يعني مش عارف بقى الازمنه، بناء الجمله، السنتنسز، الكلام ده كله مثلا. ممكن الفرنساوي برضو يبقى فيه نفس الموضوع. فكل ماده بيبقى ليها عاده صعوبتها. صعوبه المواد الاخرى في الكيف بتاعها، ان انت ازاي مثلا تكون جمله، ان انت مش عارف يسالك عن الافعال، الماضي، المضارع، الكلام ده كله. تمام. الجغرافيا بالعربي، فالصعوبة اللي ممكن تكون موجودة فيها كبر المنهج نفسه. تمام؟ طيب، فكبر المنهج ده هنتخطى الصعوبة دي ازاي؟ بحاجتين. هنكثف المحاضرات، وطبعا هو يعني المقابل المالي اللي حضراتكم بتدفعوه هو واحد. يعني مش معنى ان احنا هنكثف هناخد عدد محاضرات اكتر ما فيها اي مقابل زيادة خالص. كويس؟ دي نقطة. هنكثف المحاضرات، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، حضرتك هتذاكر. يعني احنا ما عندناش اي حل غير ان انت تذاكر. المعادله دي تعمل كل سنه. لا قدر الله اللي مش هيجيد فيها في ماده من المواد، يعني ماده واحده لا قدر الله تشيلها، تعمل معاك مشكله، تضطر بقى ان انت تدخل السنه اللي بعدها وكلام من ده. يفترض ان حضرتك موجود معانا، فانت جاي عشان تجيب امتياز في المعادله ان شاء الله باذن الله. تمام؟ طيب ان شاء الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب بتاعنا او المنهج بتاع المعادله اللي هو منهج جغرافيا مصر. منهج جغرافيا مصر، سواء الجغرافيا الطبيعيه او الجغرافيا البشريه. خلاص، هنفترض النهارده قلنا هنبدا من الاول خالص في اول محاضره. فانا عايز في اول محاضره دي المصطلحات نفسها نبقى فاهمين معنى الكلام نفسه. طيب، جغرافيا مصر الطبيعيه. اولا، كلمه جغرافيا يعني ايه جغرافيا؟ جغرافيا كلمة يونانية أو كلمة إغريقية. الإغريق هم اليونان. تمام كده؟ طيب، الجغرافيا كلمة يونانية. معناها إيه؟ علم وصف الأرض. العلم اللي بيهتم بوصف الأرض هو ده علم الجغرافيا. تمام. طيب، الأرض مش كلها زي بعضها. يعني مثلا على سبيل المثال، دولة مثلا زي الإيه؟ المعلومات العامة اللي إحنا نعرفها، دولة زي الإمارات مثلا، أو دولة زي السعودية مثلا، او دولة زي الكويت. الدول دي كلها صحراء، بس الصحراء دي عايمة على بترول، جواها كلها بترول بكميات كبيرة. في اللي قدر يطور من نفسه زي الامارات ويعمل حاجة زي ابو ظبي ودبي وكلام من ده وسياحة، وفي اللي ما عملش حاجة خالص، محلك سر بيجيب فلوس وبس، وعايشين لازالوا عيشة البداوة زي الكويت مثلا. تمام؟ حلو. طب تعال نشوف مثلا دولة زي قطر، ما فيهاش بترول بس فيها غاز طبيعي. ممكن وانت واقف كده تدب الارض برجلك تلاقي غاز طبيعي عادي. في كل حته فيها غاز طبيعي عندهم. قدروا برضو ان هم يطوروا منها. طب في دول تانية زي مصر ما عندناش اللي عندهم، بس عندنا مثلا زراعه زي نهر النيل. عندنا مثلا موقع جغرافي متوسط في العالم، احنا في وسط العالم نفسه. يعني زي في الخرايط هنشوف الملازم دلوقتي والكتب ونرجع لهم، هتلاقينا ان احنا موجودين في وسط العالم نفسه. ما بين بقى قاره اوروبا، قارة آسيا، قارة أفريقيا. حتى لما اكتشفوا القارتين، يعني كروكي كده، هم مش جابوا مراكر باين ولا ما حدش؟ فين؟
لا ده هايلايتر ده. يعني مثلا كروكي كده، هنا مثلا كده قارة آسيا، وكده مثلا قارة زي ما احنا مش شايفين كده. منورنا والله. هنا مثلا قارة آسيا، هنا مثلا أوروبا، هنا مثلا قارة أفريقيا، دي أفريقيا ما كنتش دعوة، وهنا مثلا في الأمريكتين. طيب وهنا شبه الجزيرة العربية باين، يعني ما علينا، مش عارف ازاي مدرس جغرافيا ما بيرسمش، بس ما علينا. طيب هنا مصر بقى، الشاشة عطلانة والله، بس هنجيب لكم بروجيكتور بعد كده إن شاء الله، يعني نعمل على ذلك. خلاص. هنا مثلا مصر موقعها متوسط ما بين قارات العالم القديم اللي هي آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمام. حتى بعد لما اكتشفنا مثلا قارة زي استراليا والأمريكتين الشمالية والجنوبية، برضو فضلت مصر موجودة في مركز متوسط في العالم كله. فده بيدينا قوة في حاجات كتيرة. يعني مثلا طرق التجارة مثلا تمر من عندنا، طرق التجارة تمر من عندنا، فاللي بيجي يمر من عندنا ده بيدفع فلوس أولا عشان يمر، جمارك وكلام من ده. تمام. ممكن مثلا يستريح شوية ترانزيت، فنبدأ نخزن لهم مثلا بضايعهم، هم يستريحوا، نعمل لهم تجارة، فنادق. فكل دي أسباب بتستدعي إن احنا نكسب من وراها. فكل دولة، نرجع بقى لموضوعنا، وعندها الجغرافيا الخاصة بيها أو طبيعة الأراضي الجغرافية الخاصة بيها اللي بتحاول إن هي من خلالها ترتقي، تعلى اقتصاديا، تنمي، تحاول إن هي تبقى دولة كبيرة. في مشاكل في الكلام ده كده لحد دلوقتي؟ تمام. فإذا البداية هنا عندنا في موضوع التنمية والاقتصاد إلى آخره بيبدأ من فكرة الجغرافيا نفسها، نتعرف على الجغرافيا بتاعتنا، نتعرف على أرضنا عاملة إزاي، نتعرف على الأرض بتاعتنا عاملة إزاي عشان نعرف إزاي نستغلها، في صعوبة في الكلام ده؟ طيب المنهج قلنا نوعين أو بيتقسم قسمين. قسم اسمه الجغرافيا الطبيعية لمصر، اللي هي الأرض بتاعتنا عاملة إزاي، نبدأ ندرس الأرض بقى حتة حتة. والجزء الثاني أو القسم الثاني من المنهج اسمه الجغرافيا البشرية. الجغرافيا البشرية دي يعني إيه؟ يعني الناس اللي عندنا في مصر عايشين فين في مصر؟ يعني موجودين فين مثلا؟ تلاقي في كثافة سكانية كبيرة في القاهرة أو القاهرة الكبرى، اللي هي إيه القاهرة الكبرى؟ اللي فيها 3 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية. أنا لسه ما شرحتش حاجة في المنهج، إحنا بندردش. اللي أنا بقوله ده هنلاقيه جوه دلوقتي، بس إحنا بندردش مع بعض عشان نفتح دماغنا. فتلاقي تركز سكاني كبير موجود في القاهرة، تلاقي مثلا تركز سكاني كبير موجود في اسكندرية. تمام. تلاقي في كثافة سكانية على نهر النيل نفسه، لكن في الصحاري بعد كده ما تلاقيش ناس. فيبدأ يظهر سؤال، ليه في كثافة هنا ومفيش هنا ومفيش هنا؟ فنبدأ نتكلم بقى ان اصل والله العاصمة بتاعتنا اللي هي القاهرة دي بتقع على ضفاف نهر النيل، فاذا عندنا مية نشربها وعندنا انتاج نقدر ان احنا نعمله ونصنع. الناس اللي عايشة في اسكندرية ليه؟ عشان المواني والبحر والتجارة، وهكذا. نبدأ نتكلم عن جزء في المنهج. في صعوبة في الكلام ده؟ حلو جدا. طيب ده كده اولا. يبقى اول حاجة كده اتكلمنا فيها هي ايه هو ايه معنى مصطلح الجغرافيا؟ علم وصف الارض. يعني ايه جغرافيا؟ علم وصف الارض. ايه هي الجغرافيا؟ علم وصف الارض. الجغرافيا مصطلح يوناني اغريقي. الجغرافيا مصطلح يوناني اغريقي. لو جالك يوناني بس العبارة صح، جالك اغريقي بس برضو العبارة صح. يبقى مصطلح جغرافيا هو مصطلح يوناني اغريقي، يعني علم وصف وصف الارض. صعب الكلام ده؟ طيب ركز بقى معايا شويه كده. دي المفروض يعني شكل كده ضايع لقارات العالم القديم والكلام ده. العالم، الناس بتوع الجغرافيا بيقسموا الى حاجه اسمها خطوط طول
ودوائر عرض. العالم بيقسموه الى حاجه اسمها خطوط طول ودوائر عرض. طيب دوائر العرض دي الدايره الاساسيه بتاعه العرض عندنا في العالم كله اسمها خط الاستواء. دايره العرض الرئيسيه في العالم اسمها ايه؟ خط الاستواء. دايره العرض الاساسيه في العالم خط الاستواء. صعبه؟ تمام. طيب فوق خط الاستواء ده بقى بيتقسم حاجة اسمها مدار السرطان ومدار الجدي. فوق خط الاستواء في عندي مدار اسمه مدار السرطان، وتحت اسمه مدار الجدي. دي خطوط العرض الأساسية في العالم. الناس اللي سرحانة، يبقى أنا عندي الخط الرئيسي اسمه خط إيه؟ اسمك ايه؟ حسين. ازيك يا حسين؟ حلو. ده اسمه خط ايه يا حسين؟ ايه رايك في رسمي؟ تمام. طيب يبقى ده خط الاستواء. ده المدار الرئيسي عندنا او خط العرض الرئيسي في العالم. فوقه شماله مدار السرطان، جنوبه مدار الجدي. طيب خطوط الطول الرئيسيه عندي خط الطول الرئيسي في العالم اسمه خط جرينتش. خط جرينتش. خط جرينتش ده الخط الرئيسي في العالم اللي بيقيسوا من خلاله التوقيت. ده اسمه خط الطول الرئيسي في العالم، خط جرينتش. صعبة؟ حلو. طب انا دلوقتي بكلمك عن دوائر العرض وخطوط الطول. ليه؟ عشان هيجي عليها سؤال في الامتحان بالنسبة لمصر. يعني مصر فين بقى من خطوط الطول وخطوط العرض دي؟ صعبة؟ تاني بص يا سيدي، خط الاستواء ده الشمس بتبقى متعامدة عليه طول السنة. طول السنة في شمس، طول السنة في حر. مش احنا عندنا هنا في مصر أؤمري ليه علاقة بالمحاضرة ولا بره المحاضرة؟ بره المحاضرة. طب ينفع اللي بره المحاضرة يتقال في المحاضرة؟ يعني مش هنخلص احنا. اوكي. طيب اسمع بقى يا سيدي، خط الاستواء. خط الاستواء ده الشمس بتبقى متعامدة عليه طول السنة. عارفين انتوا لعيب الكوره بتاع الاهلي اسمه ايه؟ اليو ديانج، اللي هو الحيطه ده اللي بيسموه الدبابه الماليه. ما فيش في الكوره. تمام. في لعيب كوره بقى في الاهلي عشان الناس مش عارفه في الكوره اسمه اليو ديانج، اسمر قوي. ليه بقى؟ عشان الشمس في الحته اللي هو فيها دي من دوله مالي معدي خط الاستواء، تلاقي الناس من كتر الشمس لونهم اسمر للغايه. الشمس موجوده طول السنه، طول السنه ما فيهاش هزار. صعبه؟ كل ما تطلع فوق بقى او تنزل تحت ايه اللي يحصل؟ تبدا درجه الحراره تقل. كل لما تطلع فوق شمال خط الاستواء او تنزل جنوب خط الاستواء تبدا درجه الحراره تقل. يعني عند مدار السرطان الدنيا حر. مدار السرطان ده بيعدي من جنوب السودان، هنشوفها دلوقتي مع بعض. برضو لازال درجه الحراره حر. خلاص؟ بس كل لما تطلع شمال 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 تبدا درجه الحراره تقل لحد ما توصل بقى للقطب الجنوبي والايه والدرجات العظيمه بتاعت 40 تحت الصفر والكلام اللي احنا بنسمع عنه ده. نفس الكلام ايه تحت. يبقى دوائر العرض دي بتنفعنا فين؟ في مصطلح اسمه المناخ. المناخ عامل ازاي؟ درجات الحراره عامله ازاي؟ كل لما تتجه شمالا من خط الاستواء، كل لما ابتعد شمالا عن خط الاستواء او ابتعد عنه جنوبا بتقل درجه الحراره. ده كلما ابتعدنا عن خط الاستواء شمالا او جنوبا بتقل درجه الحراره. او التاني، كلما ابتعدنا عن خط ايه؟ حلو. ايه اللي بيحصل؟ بتقل درجات الحراره. يبقى دوائر
العرض متعلقة بمسألة المناخ ودرجات الحرارة. صعبة؟ حلو. طيب خطوط الطول دي بقى متعلقة بقى بإيه؟ خطوط الطول دي متعلقة بالتوقيت. متعلقة بالتوقيت. العالم زي ما احنا عارفين في الأقطاب الأربعة. فوق اسمه إيه؟ شمال. فوق الشمال معانا حضرتك؟ حلو. تحت اسمه إيه؟ جنوب. وهنا إيه؟ حلو جدا جدا. يبقى شمال جنوب شرق. حلو. طيب كل اللي على يمين خط جرينتش ده اسمه شرق. كل اللي على شماله ده غرب. صعبة؟ اللي على يمينه ده شرق، اللي على شماله ايه؟ اللي على يمين خط جرينتش ايه؟ على شماله. حلو جدا. بالمناسبة يعني ملهاش علاقة دي بالمنهج، مش هتسأل فيها في المنهج، بس خط جرينتش ده اللي بيقسم العالم شرق وغرب. كويس؟ ليه اسمه خط جرينتش؟ عشان في مدينة اسمها مدينة جرينتش موجودة في انجلترا. كويس؟ اللي هي فيها الساعة. الله يفتح عليك. فهم بقى عشان كانوا مسيطرين على العالم، كويس، كانوا مدين الناس كلها على قفاهم. كويس؟ فهم اللي حددوا بمزاجهم الشرق فين والغرب فين. ماشي كده الكلام؟ طيب تعال نكمل تاني. يبقى في شمال العالم، شمال جنوب شرق. حلو قوي. طيب موقع اي دولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض اسمه الموقع الفلكي. يبقى الموقع الفلكي. ايه الموقع الفلكي؟ ده موقع الدولة بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يبقى تاني، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو الموقع الفلكي. هو الموقع الفلكي. جات قبل كده سؤال في الامتحان السنة اللي فاتت واللي قبلها، قال لك الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو ألف الموقع الفلكي، ب الموقع الجغرافي، ج الموقع السياسي، د الموقع الطبيعي. يبقى احنا هنختار ايه؟ ألف الموقع الفلكي. يبقى تاني، الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض اسمه الموقع الفلكي. الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو الموقع. حلو جدا، شطار جدا 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 جدا. طيب اما ايه بقى الموقع الجغرافي؟ ايه هو الموقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي ده هو موقع الدولة بالنسبة للدول الأخرى، بالنسبة للقارات، بالنسبة للأرض أو اليابسة والماء. الدولة موقعها إيه بالنسبة للدول اللي حواليها، بالنسبة للقارات بتاعت العالم، بالنسبة للمية، للأراضي. ده اسمه الموقع الجغرافي. ها صعبة؟ صعبة؟ تاني يقول لك مثلا ايه؟ تقع السودان، تمام كده، جنوب مصر. يعني السودان فعلا جنوب مصر. اما اقول ان السودان جنوب مصر يبقى ده اسمه موقع فلكي ولا جغرافي؟ جغرافي. ليه جغرافي؟ اسمك ايه؟ عمرو. جدع. بصوا يا جماعه، الموقع الفلكي ده بالنسبه لايه؟ للطول والعرض. فلما تيجي تقول لي اصل السودان كويس بتقع ما بين دوائر عرض كذا وما بين خطوط طول كذا، يبقى انت بتكلمني عن الموقع الايه؟
لكن لما تقول لي السودان بتقع جنوب مصر يبقى انت بتقارن دولة بدولة، يبقى ده اسمه موقع جغرافي. فموقع الدولة بالنسبة للدول الأخرى ده اسمه موقع جغرافي. موقع الدولة بالنسبة للدول الأخرى اسمه موقع جغرافي. طيب لما تيجي تقول لي حضرتك إن مصر تقع في قارة أفريقيا، ده موقع فلكي ولا جغرافي؟ فين ملزمتك؟ مش ايه الحكمة؟ تمام. ها، ده موقع فلكي ولا جغرافي؟ جغرافي. صح ولا ايه؟ لا نصحى مع بعض. ده انا في حد قال لي المحاضرة اللي فاتت قارة السودان. تمام، فالله يكرمكم بقى. تمام. قارة كوكب السودان، ما علينا. المهم تاني، بسم الله الرحمن الرحيم. لما اقول مصر بتقع في قارة افريقيا يبقى ده اسمه موقع ايه؟ جغرافي. يبقى كده خدنا مثالين اهو. قلنا مثلا السودان جنوب مصر ده موقع جغرافي. مصر في قارة افريقيا ده موقع جغرافي. ها، صعب الكلام ده؟ اما اقول لك مصر تطل على البحر المتوسط، جغرافي. اقول لك على حاجة، اي حاجة هتجيلك في الامتحان ما فيهاش طول وعرض يبقى جغرافي. خلي بالك تاني، اي حاجة هتجيلك في الامتحان ما فيهاش طول وعرض يبقى جغرافي. فيها طول وعرض فلكي. ها، صعبة؟ تمام. يبقى الموقع الفلكي هو موقع الدول بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. تمام. طيب موقع الدولة بالنسبة للقارات، بالنسبة للدول الأخرى، بالنسبة لليابس، بالنسبة للماء، ده اسمه الموقع الايه؟ الجغرافي. صعبة دي؟ صعبة؟ طيب تعالى بقى كده معلش، بص لي في الملزمة صفحة 1. هتلاقي جزء من خريطة العالم. تمام كده؟ يعني بص لي هنا شوية، بص في ملزمتك خلاص؟ طيب هتبص تلاقي الايه؟ القلب الأحمر ده اللي هو مصر، ماشي؟ حلو. هتبص تلاقي مصر بتطل على ايه هنا بقى؟ موجودة فين؟ يعني تعالى نوصفها كده. حلو. 1، هي فعلا في قلب قارات العالم القديم. ده العالم القديم، ما كانوش لسه اكتشفوا ولا استراليا ولا الامريكتين، صح ولا ايه؟ طب اسمع معايا، مش واخد بالك ان قارات اسيا وافريقيا واوروبا الثلاثه بيتصلوا ببعض عن طريق اليابسه؟ يعني ايه؟ افريقيا واوروبا واسيا الثلاثه اراضي متصله. الارض متصله ببعضها، الارض متصله ببعضها، ما بيفصلش بينها ميه. فاهمني ولا ايه؟ بص يا سيدي، هو بس الشاشه هي بس اللي عطلانه، معلش كنت وضحتها لكم اكتر، بس ان شاء الله المحاضرات الجايه هنحل القصه دي. بص يا سيدنا الفاضل، بس كده مش هنلحق اوروبا، مش اصبر بقى، هتشوف دلوقتي هنعمل ايه. ايوه جدع. هنا بقى يعني هنا كده كده طبعا اللي هو عدن واليمن وكده، وهنا كده مثلا ايه وليكن يعني هنا اوروبا، الاسكندريه. هنا الاسكندريه. طيب بص يا سيدي، هدوء بقى، دي مصر خلاص. هنا كده بقى في اللي هو الخليج العربي وايران هنا خلاص، وهتلاقي هنا بقى سوريا ولبنان والكلام ده كله، وهنا السعوديه. حلو. ولو طلعت فوق هنا بقى هتلاقي روسيا، وفيها حدود مع تركيا خلاص، تحديدا كده بالظبط يعني. هنا تركيا مثلا،
وهنا كده حدود بينها وبين روسيا. دي مش روسيا خالص. طيب بصوا لي بقى شويه لو سمحتوا. اسمعني بعد اذنك. هنا دي مصر هنا كده جزء من قاره افريقيا، خلاص؟ وهنا سيناء. تمام كده؟ وهنا قاره اسيا. وتطلع اسيا فوق لدوله الاتحاد السوفيتي او روسيا اللي فيه جزء منها في اوروبا وليه حدود بريه مع تركيا. ايه اللي انا عايز اقوله؟ ان تركيا دي في اوروبا وروسيا جزء منها في اوروبا وجزء في اسيا، خلاص؟ بل ان الجغرافيين بيقولوا ان سيناء في اسيا وبعد كده تيجي هنا افريقيا. ايه اللي انت شايفه؟ اقول لك انا عشان انا عندي امراض مش هسال. حلو؟ اقول لحضرتك انه الثلاث قارات متصله ببعض. الثلاثه الارض جنب بعضها، مفيش ميه فاصله ما بينهم. الميه الوحيده اللي فصلت اسيا عن افريقيا هي قناه السويس. اما ما عملناها بقت خلاص، بقت سينا كده اسمها شبه جزيره، شبه جزيره سيناء. قبل قناه السويس ما كانتش شبه جزيره ولا حاجه، ارض اسمها سينا وبس. يبقى تاني، قارات العالم القديم هي قارات متصله من اليابسه. العباره دي لما تجيلك صح ولا غلط؟ العباره دي صحيحه. ها صعبه؟ هنحل كل الامتحانات ما تقلقش. هنحله اكيد هنحله. طيب يلا، قارات العالم القديم قارات متصله ببعضها البعض من حيث اليابسه. العباره دي ايه؟ لا العباره دي صحيحه. العباره دي مالها؟ صحيحه. مالها العباره دي؟ معانا حضرتك. تمام. طيب مصر فين بقى من كل ده؟ مصر موجوده في قلب العالم القديم، في وسط القارات القديمه، في وسط قارات العالم الايه؟ القديم. صعبه دي؟ يبقى تاني ارجع لي بقى كده الخريطه، بص لي بقى كده على الخريطه معلش. هتلاقي انت طبعا مش شايف قناه السويس لان الخريطه صغيره شويه، بس هتلاقي مصر من ناحيه شبه جزيره سيناء متصله بالاردن وفلسطين والسعوديه، دول كده قاره ايه؟ اسيا. معانا ولا ايه؟ يعني الشاشه اللي كنا مشغلينها او البروجيكتور اللي هنشغله او كده يعني حصل فيه عطل فني بس، فركزوا معايا الله يكرمكم. تمام كده؟ وايه، وخلينا مركزين لو تكرمتم. مش عايز رغي، مش عايز رغي. لو انتوا شايفين من هنا اوصف لكم انا من هنا. تمام؟ ادي مصر اهي، خلاص؟ وتلاقي متصله بقاره اسيا وفوقها قاره اوروبا. فادي اوروبا متصله باسيا متصله بافريقيا. الكلام ده كله حصل اتصاله عن طريق دوله مصر. يبقى مصر هنا بتقع في قلب العالم القديم. تمام جدا جدا جدا. طيب تعال بقى نتكلم عن الموقع الفلكي لمصر. الموقع الفلكي لمصر اسم حضرتك ايه؟ شروق. يا استاذه شروق، مصر شمال خط الاستواء ولا جنوبه؟ حضرتك ساكنه فين؟ ده محطة مترو؟ تمام. منطقة وسط البلد شمال خط الاستواء ولا جنوب خط الاستواء؟ شمال خط الاستواء. تمام. يبقى امبابة شمال خط الاستواء، سعادتك الدقي شمال خط الاستواء، مصر كلها يبقى تقع مصر شمال. ده موقع جغرافي ولا فلكي؟ جغرافي. جميل. انا اروح بقى احسن صح؟ مالكوا يا جدعان في ايه؟ تقع مصر شمال اقسم بالله خط الاستواء. خط الاستواء ده احنا قلنا ان هو تصنيفه ايه؟ دوائر عرض، صح؟ حلو.
خطوط الطول جرينتش، خط الاستواء، مدار السرطان، مدار الجدي، دي دوائر عرض. لما يقول لك العلاقة ما بين مصر وخط الاستواء يبقى ده اسمه موقع فلكي، يبقى تقع مصر فلكيا. واحد، شمال خط الاستواء. صعبة؟ زي اسمك تحفظ. تقع مصر فلكيا ما بين دوائر 22 إلى 31 و36 من 100 درجة شمالا. 10 دوائر عرض. ركز معايا لو سمحت. افتح لي الخريطة الثانية. الخريطة الثانية. طيب حاول تركز بقى قوي معايا لو سمحت. بص يا سيدنا الفاضل، هتلاقي في خط كده متقطع، شايفينه اللي تحت ده؟ ده مدار السرطان. خلاص؟ ده مدار السرطان. ماشي، بص لي انا لو سمحت. الحته دي كده اللي هي جنوب خط مدار السرطان. حلو. ربع اللي فوق دي او اللي فوق دي قدها 4 مرات. يعني دي خلاص اللي فوق قدها 4 مرات. خلاص؟ ف4 و1 كام؟ 5 بالظبط. فالجزء اللي تحت ده خمس مساحة مصر. خمس مساحة مصر. معانا ولا ايه؟ تمام. يبقى مصر فين؟ شمال خط الاستواء. فين بقى بالظبط؟ عند مدار السرطان اهو. خلاص؟ مدار السرطان ده مدار السرطان بيمر في جنوب مصر. خمس مساحة مصر جنوب مدار السرطان. 4 أخماس مساحة مصر شمال خط مدار السرطان. تاني اهو. ادي ايه حضرتك؟ ده مدار السرطان اهو. شايفينه؟ ده مدار السرطان. حلو. ادي مصر كلها. خمس مساحتها جنوب مدار السرطان. ال4 أخماس شماله. مش احنا قلنا فوق شمال تحت جنوب. حلو. فخمس مساحة مصر او 20% من مساحة مصر مالها؟ جنوب مدار السرطان. 4 أخماس مساحة مصر شمال مدار السرطان. اسمك ايه؟ 4 أخماس مساحة مصر شمال مدار السرطان. ده يبقى اسمه موقع فلكي ولا جغرافي؟ يا ابني بقى حرام بقى يا هو عم. اللي قال مش انا المره دي، هو اللي قال مش انا. حرام بقى والله. صحيح، اصحى شويه. بص يا عم، الخط المتقاطع ده ايه؟ ده مدار السرطان. حلو. طيب 20% من مساحه مصر. ادي يا عم مساحه مصر بتخلص هنا. جزء ده كده حلو. 20% من مساحتنا جنوب مدار السرطان. وال4 أخماس شمال ده اسمه موقع ايه؟ بظهر ايدي. ايوه كده اظبط. تعالى يا عم. ده ايه؟ بصوا معانا بقى شويه. اهو الخط المتقاطع ده مدار. حلو. خمس مساحه مصر 20% من مساحه مصر تحته. يبقى 20% من مساحه مصر جنوب مدار السرطان. وال4 أخماس. حلو قوي. دي ممكن تيجي لي بهذا الشكل او ممكن تيجي بشكل اسمه رقمي. يعني يقول لي ايه؟ مش عايز صوت، ركزوا معايا. الخط المتقاطع ده مدار السرطان. حلو. 20% من مساحة جنوبه. يبقى 20% من مساحة مصر جنوب مدار السرطان. وال4 أخماس شمال مدار السرطان. جميل جدا. طيب ممكن تجي لي بصيغة اخوانا هنا شفتوا معايا؟ حلو. ممكن تجي لي بقى بصيغة ايه؟ ادي يا عم مدار السرطان مثلا وليكن. ممكن تجي لي 20% من مساحة مصر جنوب مدار السرطان. دي برضو عبارة صح. يعني يقول لك الخمس
او يقول لك 20%، اي واحده فيهم صح. يجيب لك اللي فوق 4 تخماس او 80%، دي برضه عباره صح. شمال مدار السرطان. صعبه؟ صعبه دي؟ حلو جدا. طيب ده عن الايه؟ ده عن الموقع الفلكي بالنسبه لدوائر العرض، بالنسبه لدوائر الايه؟ بالنسبه لدوائر العرض. طيب تعالى نقفلها، هي لسه هتيجي قدام بس تعالى نقفلها كده. احنا قلنا هنا مثلا خط الطول الاساسي اسمه ايه؟ جرينتش. طيب مصر بقى هنا بتقع كده، ده خط 25 شرقا، وهنا كده مثلا 37 درجة شرقا برضه. فمصر كده قلنا العرض من كام لكام العرض معلش؟ من 22 إلى 31 و36 من 100 شمالا. جميل. حلو. 4 أخماس مساحة مصر تقع شمال مدار السرطان. جميل. 20% من مساحة مصر تقع جنوب مدار شطار. طيب ده جميل جدا. طيب ركز لي بقى شويه الله يخليك. الموقع بالنسبه لخطوط الطول، مصر تقع شرق ولا غرب خط جرينتش؟ شرق خط جرينتش. مصر تقع شرق خط جرينتش. حلو قوي. طيب بتقع ما بين خطي طول 25 الى شرقا برضه. تمام. ومصر تقع ما بين خطي طول 25 شرقا. الناس اللي سرحانه من 5 وكام؟ اسمك ايه؟ ملك. حلو. كنت فين؟ ما لناش دعوه كنت فين عشان ماشي خلاص. يبقى هنا ايه؟ من كام لكام؟ زي ما هما بيقولوا. تمام. حلو. من 5 جدع 12 خط طول من 25 شرقا الى 37 شرقا. شكرا بارك الله فيكم. طيب تعالى بقى نتكلم فيه شويه نقط. اسمعنا الله يخليك. اولا كده اللي مش فاهم يسال. اي 13 خط طول ولا 12؟ والله هي المفروض تبقى 13 بس هم في المنهج كاتبينها 12 وده سؤال حلو. اسمك ايه؟ حسين. تمام. انا بحفظ واحده واحده معلش، انا بحفظ الاسامي واحده واحده. طيب المفروض ان احنا نعد 25 26 27 ونوصل ل 37 كويس. يبقوا 13 بس هم في المنهج حاطينها 12 خط كويس، فهي 12 ماشي كده. طيب يلا اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. طيب بص بقى يا سيدي، العلم بتاعت الجغرافيا خلاص. احنا قلنا مصر تقع عرض من كام لكام؟ من 2. حلو. معلومه كده في الاغلب مش هتجيلك يعني في الامتحان خلاص، بس مدار السرطان ده بيمر ب دايره عرض تقريبا يعني 23 ونص. ده مدار الايه؟ السرطان. خلاص سيب اللي في ايدك بقى وبص لي شويه. مدار السرطان 23 ونص، ده مدار السرطان ماليش دعوه بمصر. حلو. مصر لما تبقى من 22 يبقى هي تحت ده، يعني هنا في 22 مثلا اهي. حلو. ده اللي هو الخمس اللي هو جنوب مدار الايه؟ حلو قوي. لحد ايه؟ لحد 31 شمالا. صعبه؟ طيب العالم بتوع الجغرافيا بيقسموا العالم مناطق حر وبرد وكلام من ده. ماشي الكلام؟
بيقسموها مناطق حر وبرد. زي ما قلنا خط الاستواء على طول حر، كل ما تطلع فوق شمالا تقل درجة الحرارة، كل ما تنزل جنوبا تقل برضو درجة الايه؟ حلو قوي. طيب في بقى منطقة كده علماء الجغرافيا اتكلموا عنها كويس، قالوا دي منطقة العروض الصحراوية او العروض الحارة. عروض جاية من كلمة عرض، خلاص؟ حلو. خطوط العرض او المنطقة الحارة في العالم بتيجي من درجة 18 شمالا، ما في بقى هنا خط الاستواء بقى اهو كويس، لحد 30 درجة شمالا. دي بيسموها العروض الصحراوية او العروض الحارة. تاني انسى مصر شوية، مصر خلاص احنا قلنا ايه 22 6 31 صح؟ دي مصر ماشي كده الكلام؟ طيب المناطق الحارة في العالم او العروض الصحراوية او العروض الحارة، منطقة العرض الحار في العالم من 18 ل 30، من 18 ل 30 في العالم. العروض الحارة من 18 حلو قوي جميل. طيب يعني احنا هنا في مصر، احنا مصر من كام؟ من 22، من 22 لحد 30 دي كده جوه العروض الحارة صح؟ فاغلب مساحة مصر بتقع ضمن العروض الايه؟ الحارة صح ولا ايه؟ حلو. تاني العروض الصحراوية او الحارة في العالم من 18 ل 30 درجة. ها تاني العروض الصحراوية في العالم او المناخ الصحراوي الحار في العالم بيقع ما بين 18 درجة إلى 30 درجة شمالا، هو شمالا وجنوبا برضو، بس خلينا عندنا احنا في الجزء اللي يخصنا. ها صعبة؟ طب تاني العرض الصحراوي الحار في العالم يقع بين 18 30 درجة شمالا. العرض الصحراوي العام الحار، العروض الصحراوية الحارة بتقع ما بين 18 درجة إلى 30 درجة. صعبة؟ حلو قوي. طيب 18 دي مش في مصر، 18 دي هتلاقيها في السودان. بس الله يفتح عليك، بدايتنا احنا في مصر كام؟ 22 دي ضمن ال 18، يعني جزء اهو من مصر بيقع في العروض الحارة. حلو. طب اطلع بقى 22 23 24 25 26 كويس، بينتهي العرض الحار فين؟ في 30 كويس. يعني احنا عندنا تقريبا درجة ونص بره العروض الحارة دي موجودة في العرض كويس المتوسط، اللي بيبقى فيه متوسطات درجات الحرارة او بيسموها العروض الشمالية منخفضة درجة الحرارة. انسى الجغرافيا وانسى كل حاجة خلاص؟ حلو. حضرتك اليومين الجمال دول ماشي لو انت مش عندك معادلة خلاص؟ حلو. وما كنتش من المطحونين اقتصاديا كويس، هتعمل ايه؟ زماننا هنجيبك منين؟ من المصيف، الساحل، بحر المتوسط. كل دي اجابات منطقيه صح ولا ايه؟ صح؟ تمام. لكن عشان احنا عندنا معادله، او بلاش مطحونين اقتصاديا دي لان كلنا بقينا مطحونين اقتصاديا الحمد لله، لعنه الله على المتسبب في ذلك. قولوا امين. اسمع ايوه كده تمام. حلو. هنروح نكمل المحاضره دي احنا في حته ثانيه بس ما علينا. ها؟ كملها في شارع فيصل، شارع فيصل بتاع امبارح.
ما علينا مالناش دعوه باي بلح واي كلام من ده، خلينا هنا. طيب لو فعليا حضرتك عندك اجازه ما وراكش حاجه وما عندكش ما يمنع ولا مشاوير ولا التزامات ولا فيما يمنع ماديا، الطبيعي جدا ان احنا نروح نجيبك من الساحل الشمالي، نروح نجيبك من مطروح بقى، من اسكندريه، من مش عارف مثلا راس البر، من جمصه، من هنجيبك من فوق على البحر المتوسط. تمام. وكمعلومه لحضراتكم، فكره بقى السخنه والغردقه وشرم والكلام ده، الحاجات دي تصنيفها في العالم مشاتي مش مصايف. يقول لك ايه، اصل انا رايح اصيف. هتصيف فين سعادتك؟ في العين الايه؟ هي اسمها واضح على فكره، بيقول لك العين الايه؟ السخنه. راح تعمل ايه انت في الصيف في السخنه؟ بس ما علينا. كويس. نروح نجيبك من الساحل الشمالي، صح؟ ده كلام سليم، سيبك من الجغرافيا، صح ولا غلط؟ لو رحت شرم ولا رحت سينا ولا الغردقه حر جدا في الصيف. طيب ليه بقى سعادتك طالع هنا؟ عشان درجه الحراره هنا منخفضه عن درجه الحراره هنا. تروح بقى الاقصر واسوان في الشتاء، ده منطق في ذاته. ايه الفكره؟ ما هو لما بيبقى في شتاء بتبقى الاقصر واسوان وغردقه وشرم درجات الحراره فيها كويسه، تروح تبقى انت قاعد مبسوط بدرجه الحراره كويسه، في شمس دافيه والدنيا تمام، مش بقى برق ورعد والثلاث اربع ايام اللي بنشوفهم في السنه. طيب في خلال فتره الصيف، شهر 7 اللي احنا فيه و8، ربنا يجرنا جميعا شهر 8 ومن عذاب جهنم. كويس. بتبص تلاقي الناس قاعده بقى، الخلق كلها قاعده فوق. ليه؟ هم قاعدين فوق هنا عشان هم عدوا ال 30 ايه درجه، هم قاعدين في الايه؟ في ال 31.6 اللي هي بتاعه العروض المتوسطه او منخفضه درجه الايه؟ حراره. صعب الكلام ده؟ حلو قوي. طيب يبقى بتقع مصر ضمن المناخ الصحراوي الحار الذي يمتد في العالم ما بين درجتي 18 إلى 30 شمالا. تمام. طيب يمتد المناخ الصحراوي الحار في العالم بين دائرتي عرض 18 إلى 30. يبقى المناخ الصحراوي الحار من كام؟ 18 إلى 30. تمام. طيب تقع أطراف مصر الشمالية، أطراف مصر الشمالية اللي هي من بعد 30 بقى، من 30 ل 31.6 على مشارف العروض الوسطى، العروض متوسطة درجة الحرارة. تقع أطراف مصر الشمالية على مشارف العروض الوسطى. تقع أطراف مصر مالها اللي فين؟ الشمالية. تقع أطراف مصر الشمالية على مشارف العروض الوسطى. ما سمعتش؟ تقع أطراف مصر الشمالية على العروض الوسطى. طيب ماشي. كده عرفنا طول وعرض والدنيا تمام. تعالى بقى نتكلم عن الايه؟ عن النيل شويه. كويس. مصر لو ما فيهاش خط نهر النيل ده صحراء، جزء من الصحراء الكبرى، وصحراء شديدة درجة الحرارة. تاني، ادي يا عم الصحراء اهي، دي الصحراء. تمام. طبعا يعني ايه، دكتور الجغرافيا الجميل ده اسمه مش عارف منحنى هنا كده، ما علينا. ايه ده؟ النيل. حلو. وهو مش قوي برضو كده، هو جاي كده سنه حته كده برضو، مش فاهم ايه دي بس ماشي. دي الصحراء الشرقيه، ودي الصحراء الغربيه. حلو. وهنا نهر النيل. نهر النيل ده بياخد 5% من مساحه مصر، و95% صحراء قاحله لا زرع فيها ولا ماء، صحراء فيهاش اي حاجه خالص. حلو الكلام. احنا بنعمل شويه تنميه فيها، تمام كده، بس القاعده الاساسيه انه نهر النيل هو اللي الماء او النهر اللي بيقطع مساحه مصر بالطول،
ولولا نهر النيل لكانت مصر جزء او امتدادا للصحراء الكبرى. لولا نهر النيل لكانت مصر جزء او امتداد للصحراء الكبرى. لولا نهر النيل لكانت مصر امتدادا للصحراء الكبرى. صعبة؟ نهر النيل بيمر ب 5% من مساحة مصر. نهر النيل بيمر بكام؟ 5% من مساحة مصر. بيمر بكام؟ 5% من مساحة مصر. بيمر بكام؟ 5% من مساحة مصر. حلو قوي 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 قوي. حلو. 95% من مساحة مصر أراضي صحراوية. 95% من مساحة مصر أراضي صحراوية. 95% من مساحة مصر أراضي صحراوية قاحلة. صعبة؟ حلو. طيب آخر حاجة بص لي شوية لو سمحت. فأما دي كلها أراضي صحراوية يبقى طبيعي، سيب اللي في إيدك وبص لي هنا لو سمحت، طبيعي جدا إن يعني الناس هتعيش إزاي يعني؟ يعني لو في قبيلة عايشة هنا مثلا هتشرب منين؟ كويس؟ وزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء ايه؟ فما فيش حياة. حلو؟ فطبيعي ان السكان في مصر يتركزوا فين؟ في 5% اللي هي على ضفاف نهر الايه؟ النيل. في صعوبة في الكلام ده؟ بقى الركيزة الأساسية أو تركز السكان في مصر على نهر النيل ودلتاه. تركز السكان في مصر على نهر النيل ودلتاه. صعبة؟ حلو. ومع ذلك بعض المناطق الصحراوية دي خلاص لو تدق فيها حضرتك ترمبة تلاقي مياه جوفية، يعني في مية بس تحت بيروحوا دقين مواسير وترمبة دي أدوات رفع مية طلع لك مية حلوة تقدر تشرب مياه عذبة. في مشاكل في الكلام ده؟ حلو. فبتبص تلاقي ايه بقى سعادتك؟ بعيدا عن نهر النيل الناس في مصر مش متركزة إلا في بعض المراكز العمرانية، يعني 5% ايه؟ خلاص أغلب مصر هنا، أغلب السكان. ومع ذلك بيوجد بعض التجمعات العمرانية بعيدا عن وادي النيل ودلتاه. زي ايه مثلا؟ زي ما اتكلمنا شوية على موضوع الغردقة. في الشرق هنا عندنا على البحر الأحمر في الغردقة وسفاجة والقصير وراس غارب. في هنا في بعض المدن هنا عايشين على البحر يصطادوا من البحر فده أكل. في عندهم مثلا مياه جوفية، الكلام ده قديم. والجديد دلوقتي بقى في حاجة اسمها محطات تحلية مياه الايه؟ البحر. يبدأوا يعملوا بخر للمية ويحلوا المية بتاعة البحر. فينفع يبقى في ناس عايشين هنا؟ في ناس عايشين هنا. دول كده عايشين بره الوادي. ها صعبة؟ في الصحراء الغربية دي حاجة اسمها الواحات. تمام؟ الداخلة والخارجة وفرافرة وسيوة والواحات البحرية. الواحات دي فيها غير الآبار فيها عيون مية عذبة تشرب منها. كويس؟ في تركزات فوق هنا كويس زي اسكندرية ومرسى مطروح والعلمين والسلوم برضو بعيد عن النهر. في سينا برضو في نفس الفكرة، ناس قاعدة مثلا في شرم ونويبع ودهب وطابة كويس. يبقى في بعض التجمعات العمرانية في مصر خارج وادي النيل في. طب زي ايه بقى التجمعات العمرانية دي؟ على سواحل البحر الأحمر، الغردقة، رأس غارب، سفاجة، القصير. على ساحل البحر الأحمر تجمعات العمرانية على ساحل البحر الأحمر مين؟ الغردقة. مين قال مرسى مطروح؟ الأحمر. يبقى على البحر الأحمر الغردقة، سفاجة، القصير، رأس غارب. على البحر الأحمر إيه؟ سفاجة، القصير، رأس غارب. جميل. طيب في سيناء طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع. في سيناء
طور سيناء، شرم الشيخ، في سيناء مين؟ 4 برضو، ها؟ طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع. تمام. طيب في الصحراء الغربية الواحات، خارجة والداخلة والفرافرة وسيوة والبحرية. الخارجة والداخلة والفرافرة وسيوة والبحرية. تمام. على ساحل البحر المتوسط مطروح، العريش، رفح، الحمام، العلمين، الضبعة، السلوم. صعبة؟ صعب الكلام ده يا سيدنا؟ في صعوبة؟ حلو جدا 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 جدا. طيب هتكلم عن موقع مصر الجغرافي. كويس. لو اتكلمنا في موقع مصر الجغرافي قلنا الموقع الجغرافي اللي هو بين ايه وايه؟ اسيا وافريقيا واوروبا. يعني ماشي، اللي هو الموقع الجغرافي هو موقع الدولة بالنسبة للقارات وللدول ولليابس والماء. موقع الجغرافي هو موقع الدولة بالنسبة لقارات العالم والدول الأخرى واليابسة والماء. طيب لو جينا نتكلم عن مصر، مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا. تمام. طيب يحد مصر فلكيا من الشمال البحر. تاني هقولها تاني، يحد مصر فلكيا من الشمال البحر. غلط. الله يفتح عليكي، بالظبط جغرافيا. اوعى يا عم حد يضحك عليك، ركز بقى معايا، اصحى معايا شويه. بص يا سيدي، تيجي لك عباره في الامتحان، بص كده يقول لك ايه؟ يحد مصر فلكيا من الشمال البحر المتوسط. بالظبط كده. ركز وانت بتحل في الامتحان، ركز في كل كلمه. الفخ اصله ممكن يجي لك في كلمه بسيطه. يعني واحنا داخلين جوه شويه بقى في المنهج، حلو، ممكن مثلا يجيب لك حاجه عن شرم الشيخ ويقول لك كفر الشيخ. ايه رايك يا عم؟ بص الغتاتة في الاسئله، شرم الشيخ فيقولها لك كفر الشيخ، هتبقى غلط. مش احنا عندنا برضو محافظه اسمها كفر الشيخ؟ تمام، غير شرم الشيخ. حلو. فبص النقطه ممكن تيجي فين. فعليا مصر يحدها من الشمال البحر المتوسط، فعليا مصر يحدها من الغرب ليبيا، من الجنوب السودان، من الشرق البحر الاحمر وفلسطين. بس دي كلها اسمها حدود جغرافيه. فيروح جابها لك في الامتحان يقول لك يحد مصر فلكيا من الشمال البحر المتوسط. قول له غلط، هو فعلا البحر المتوسط من الشمال، بس ده جغرافيا مش ايه؟ مش فلكيا. صعبه؟ صعب الكلام ده؟ طيب خليج السويس جزء من الاقليم المصري. خليج السويس جزء من الاقليم الايه؟ المصري. صعبه؟ صعبه؟ طيب عشان انا جدع هنقف النهارده هنا. كويس، محاضره قصيره وبسيطه. المحاضره الجايه هيبقى عليها اسئله. خلاص؟